خلاص خلاص. اخويا هو اللي سفروت. ماشي خلاص، معلش انا نسيت. ما هو فعلا سفروت دلوقتي نسي اسمه. ليه بس؟ حرام. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ عمال بيخطرف وبيقول كلام غريب وسخن مولع. سخن مولع؟ والمشكله ان ماما عند تيتا عشان تيتا تعبانه، فهو بقى لوحده كان قاعد في البيت. قمت انا بقى طبعا اخويا حبيبي سهرت على راحته. طبعا طبعا. عملت ايه بقى؟ حاسس كده ان انت عملت حاجه مش صح، مش عارف احساسي كده. لا لا يا دكتور، انا بحب دايما اجيب المشاكل من الاخر على طول. طب اتفضلي. لقيته يا عيني بقى سخن خالص. عامل كده وايه بقى، عمال يشر في عرق وحالته صعبه والجو اصلا حر. اشغل مروحه ما ينفعش، اشغل تكييف مش نافع. يا ابني خد لك دش مش محوق. رحت فاتحه التلاجه ومقعداه في التلاجه وسبته في التلاجه وجيت عشان تلحقي الحلقه. طبعا. طب انا هنوقف الحلقه دلوقتي وتروحي تطلعيه من الثلاجه، ممكن؟ ليه يا دكتور؟ ده زمانه هيبقى فله دلوقتي والحراره هتنزل ويبقى جميل جوه الثلاجه. انت ممتاز. وهحسن يحمض برضه. هو بالظبط كده، يبقى كده ضمنتي ان هو مش هيسخن وما يبصش. بالظبط. لا يا سلام يا فيونكا. أيوة. يا فيونكا انت كل مره كده تعملي لي حاجه تنرفزني. اسيب اخويا يروح مني؟ اعمل ايه؟ طب تساليني، مش انا قلت لك قبل كده تكلميني؟ انت ما بتكلمينيش ليه؟ مش انا أنا برد عليكي؟ ما بحبش اتقل على حضرتك. لا تقلي حضرتك بس ما تقلفيش. طب حاضر. اتفقنا؟ حاضر. طب ايه، طب بالنسبه لسفروت اكلمه يفصل التلاجة ولا اعمل ايه؟ طب هو هيفصل الثلاجه زي وهو جوه، خبطي على باب الثلاجه وافتحي. طب اشوف حد. طب اعمل ايه؟ طيب ابعتي حد بسرعه يفتح له باب الثلاجه ونتكلم ايه نعمل ايه في الحراره. يا محسن، حد بس يتصل على البيت يخرج سفروت من التلاجة لغايه لما اجيلي. خلاص محسن هيطلع. خلاص يعني ابدا اتكلم يعني وانا مطمن. اتفضل يا عم. طب لو اتصلوا بيك قالوا لك ان هو طلعوه بس فكريه. حاضر. بصي بقى. الحراره يعني ايه حراره؟ الحراره اللي في التليفون اللي هي تعمل كده. كده انا هقفل الحلقه وامشي. ليه بس؟ انا عملت ايه؟ انا يا ربي ما فيش مش هو لسه كان سخن سفروت؟ ايوه سخن. مال الحراره؟ يعني درجه حرارته مرتفعه. درجه الحراره. درجه الحراره دي حاجه وحشه، حاجه تخوفنا ولا حاجه حلوه؟ لا هي واضح انها كانت حاجه وحشه لان سفروت كانت حالته صعبه. طيب احنا دايما الدكاتره بقى احنا بنقول ان الحراره دي بنعتبرها صديق. صديق طبعا، عشان العيانين يعيوا ويجوا لكم. والله كده انت شايفه كده؟ استغفر الله العظيم يا رب. لا 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 لا. امال ايه ده؟ انت عارفه ان احنا برضه بنعمل كده. لا حضرتك الصراحه دكتور زي العسل وبتحب الناس. ربنا يخليك. وعايز كل الناس يخفوا. كده كده انت كسفتيني. لا دي حقيقه. طيب بص بقى. اتفضل. ليه بقى صديقه الحراره؟ ليه صديقه؟ خلاص بقى هتكلم. طيب اتفضل. بص بقى، الحراره معناها اول معنى انه الجسم بيقاوم اللي داخل عليا فيروس او ميكروب او اي حاجه، فانا بقاومها. واحد. ياه. اتنين، بتدي مؤشر اشاره علامه ان في مشكله عشان نروح للدكتور او نبدا نتعامل. زي ما انت عرفت انه سخن وتعبان ازاي، لما سخن عرفت انه تعبان. صح. تاني حاجه انه الحراره لما بتدي او بترتفع درجه الحراره معناها ان الجسم عنده مناعه بيقاوم. الطفل اللي ما عندوش مناعه جسمه ما بيقاومش فما بيسخنش. ياه. كويس. فبالتالي الحراره بالنسبه لنا حاجه ما تخوفنيش. مش معنى كده ان احنا نسيبها ولا ان احنا ما نعالجهاش، بس دايما الحراره ده عرض ولا مرض؟ ده عرض. برافو عليك، اخيرا قلت حاجه صح. عرض يعني في سبب للحراره. ايه هو السبب ده؟ حضرتك هتعرفي؟ لا مش عارف. ولا ماما. صح. ولا بابا. مين اللي يعرف؟ الدكتور. صح. طيب فبالتالي احنا لازم نشوف سبب الحراره عشان ابدا اعالجها. السبب ده محتاج ياخد مضادات حيويه ولا مش محتاج؟ السبب ده محتاج ادي مسكنات حراره بس ولا مش محتاج؟ سبب الحراره ايه وبقالها كام يوم وبتوصل لكام والكشف الاكلينيكي او الكشف على الطفل نفسه الدكتور يبص عليه ويبص على ودنه يبص على زوره يبص على صدره. لما يشوف هو كويس خلاص هيقول لك مثلا علاج كذا. صح. لما احنا ندي مضاد حيوي زي ما اتفقنا قبل كده لا ندي مسكن حراره. طب في بقى سؤال لسيادتك. في 4 حاجات بينزلوا الحراره غير الخافض، غير خافض الحراره او دواء الحراره. قولي ده سؤال. ايه ده؟ غير التلاجة؟ غير لا احنا قلنا التلاجة غلط. احنا قلنا التلاجة غلط. هي كانت تنزل الحرارة اهويله. صح. ايه ده؟ اول مرة تقولي حاجة صح. انت ممتازة. انا بس ما بحبش اتكلم كتير اصلا. طب خلاص اتكلمي كملي. اهويله. دي واحدة بس من 4 لسه. واحد. ماما صح ساعات بتعمل لنا كمادات. ما هي الكمادات دي تبع نفس هي واحد برضه. ما طيب. غيرناش لسه. تهوية. انت قلتي تهوية. انا اللي غلطان. يبقى كده 2 تهوية وكمادات. ايه تاني يا فيونكا؟ طب حضرتك ساعدني. طيب نقول 4 حاجات بينزلوا الحرارة. اتفضل. اول حاجة تهوية المكان زي ما حضرتك قلتي. تمام. نشغل مروحة نشغل تكييف نهوي الأوضة. 2 ان احنا نعمل كمادات او حموم، وهنقول الكمادات دي ازاي دلوقتي. تمام. كمادات حموم كل الحاجات ديت
اسمها 2. تمام. 3 نشرب ميه وعصاير كتير بتنزل الحراره. يبقى تهويه المكان، السوائل، اللبس كمان الخفيف، مش عكس ده بيترعش تروح ملبسينه تقيل، ده صح. ده انا حطيت عليه بطانيتين بطنتين ما حاطين وبعدين حطيته في التلاجة بسطرته ده انت كده عملتي مسخره بالظبط عشان يبقى معقم. خالص. احنا يبقى تهويه، لبس خفيف، سوائل كتيره، والاضافه للكمادات والحموم. 4 حاجات اهم. صح. طيب ده بالاضافه لخافض الحراره. تمام. طيب ايه اماكن اللي بنعمل فيها كمادات؟ سؤال، اتفضلي. بنحطها على قورته، ايوه. وممكن نحطها على ايديه ورجله. امم كفايه بقى كده، ما بقاش في حته خلاص. طب كل ده غلط. ايه ده؟ مش هنقول انه غلط، لكن هو مش مفيد، مش هينزل الحراره. نحطها فين؟ بنعمل الكمادات في 3 اماكن. على الرقبه، وتحت الابط، تحت الباط، وبين الفخذين. ياه. ليه ليه بقى؟ مش غلاسه يعني. عشان الاماكن دي فيها الاورده والشرايين الكبيره، فلما بنحط عليها كمادات بتبقى المكان دوت بيسحب ويقلل الحراره بسرعه. طب بنعمل كمادات ميه سخنه ولا فتره ولا ساقعه تلج، زي ما حضرتك حاطيه في الثلاجه كده؟ ان ماما كانت بتقول ما تبقاش ساقعه قوي. ماما كلامها صح ولا غلط؟ حبيبتي يا ماما مش عارفه. طيب طب ولا طيب ولا سخنه ولا ساقعه قوي زي ما انت عملتي الثلاجه؟ طب ما بلاش افتي وحضرتك قول. طب الحمد لله انت شفتي. لا، هي ميه بدرجه حراره الجو تبقى ميه فتره. لان الميه الساقعه قوي بتعمل انقباض في الاوعيه الدمويه، الدم يقل قوي في الجلد، فما نعرفش نقلل الحراره. لكن الميه اللي يتحملها الجسم هي اللي بتعمل نتيجه كويسه. تاني، الكمادات على الرقبه، تحت الابط، بين الفخذين. 4 حاجات بينزلوا الحراره. اول حاجه الكمادات والحموم والى اخره. تمام. نمره 2 التهويه، واللبس القليل، والايه الكمادات. والسوائل. والسوائل الكتير. برافو عليك، انت حفظت كويس اهو.